وقريب جدا 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 سنكون على موعد مع الحدث الفني الأكبر في القاهرة، انطلاق مهرجان القاهرة للفنون في دورته الثالثة تحت شعار معا للحفاظ على التراث المادي واللامادي لمصر. سيبدأ هذا المهرجان يوم 6 سبتمبر المقبل بحضور نخبة كبيرة من الفنانين في مجالات مختلفة حول العالم. الحقيقة يسعدنا أن يكون معنا أحد مؤسسي هذا المهرجان والمشاركين فيه بقوة، الفنان والمخرج والمصور العالمي الأستاذ شريف إسماعيل، اللي كمان هننتهز الفرصة ونهنيه بمناسبة تكريمه من وزارة الثقافة المصرية ومن الوزير دكتور أحمد هنو في حفل توزيع جوائز مسابقة تصميم هوية بصرية كاملة وتصور للممرات والأبنية والمتحف الأخضر والأماكن الإعلانية وبيت الهدايا في حديقة الزهرية بالزمالك. المصور العالمي أستاذ شريف إسماعيل، صباح الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. احنا بنهنيك مرة تانية على هذه الجائزة وهذا التكريم، وخلينا يعني سريعا نتطرق لفعاليات مهرجان القاهرة للفنون الدورة الثالثة تحت شعار معا للحفاظ على التراث المادي واللامادي لمصر. أهم الاستعدادات احنا عارفين هيبدأ إن شاء الله في شهر سبتمبر المقبل، إنما أهم الاستعدادات الحالية دلوقتي حاليا احنا بنستعد. أولا أنا يعني أول حاجة السنة دي عملتها إن أنا جمعت حوالي 4 أو 5 فنانين. الفنانين شغالين في التراث اللامادي، منهم إيميل، هو شاب لذيذ جدا بيلعب أراجوز وبيعمله بطريقة تربوية. كمان في عندي رقص التنورة، أول مرة هيرقص مش على الحاجات اللي هي المعتادة، لا أنا عامل شغل مزيكا ليه من التراث بتاعنا الصعيدي والفلاحي، ومن التراث المدن القنال. وكمان في عندي رقص للصوفية المولوية. وفي عندي 2 مغنيين شباب هيغنوا. واحد فيهم بيغني في اوبرا اسكندريه، احمد هيغني اغاني سيد درويش. وفي عندي محمد كمان هيغني اغاني من الحانه هو، اغاني مصريه واول مره يعني يقولها. وفي نفس الوقت كمان بوظف الجزء الثاني اللي هو جزء عرض اللي هو الفنون التشكيليه اللي هي خاصه بالتراث المصري، والتصوير الفوتوغرافي اللي خاص اللي بيسجل التراث اللامادي لمصر، من صناعات، من صناعه حلويات واكلات، من ملابس. كل ده هيكونوا مشاركين. وفي عندي كمان يمكن واحد من النحاتين بيعمل تماثيل بالشمع للتراث المصري، فهيكون موجود تماثيل بالشمع اللي هو يوسف. تقدم لنا مواهب ونجوم كتير. احنا هنكون ان شاء الله على موعد مع حدث فني استثنائي لاول مره في مصر، عرض عالمي مبهر هيجمع نخبه من كبار فنانين مصر وايضا الموهوبين في مصر في مجالات مختلفه. طبعا فرقه المولويه المصريه، انت فاجئتنا بالموضوع ده. الليزر شو ده كمان هيكون من بين العروض، من توزيع موسيقي واخراج الفنان والمصور العالمي استاذ شريف اسماعيل. اللي عن تفاصيل المسابقه يعني كتير سمعوا عنها، انما شفنا الحفل الجميل وحضرتك تستلم شهاده التقدير والتكريم. الله يخليك. هو كان من فتره قطاع الفنون التشكيليه في وزاره الثقافه طرح عده مسابقات، لانه كان اتجاه الدكتور الوزير احمد هنو ان هو يبتدي يعتمد على الكوادر الفنيه الموجوده في مصر، غير ما بيعتمد على مكاتب استشاريه او يعتمد على الفنانين الموجودين اوريدي جوه الوزاره. فعمل المسابقات، عمل عده مسابقات ومنهم المسابقه ديت. والمسابقه كانت صعبه شويه لانه ده تصميم هويه كامله لحديقه الزهريه ولتطويرها بالتعاون مع احد الشركات المقاولات الموجوده في مصر وبره مصر كمان، يعني بتشرفنا بوجودها. ابتدينا اعمل الفكره ان انا اعمل هويه بصريه من اول اللوجو لغايه اللوجو، زي استخداماته، الوانه، هيكون ازاي في الممرات. طب الممرات دي ازاي تستغل؟ ممكن بس نعرف اكتر الناس يعني ايه هويه بصريه؟ هويه بصريه اللي هو تعمل ازاي شخصيه للمكان، يعني ازاي من اول اللوجو وحده متكامله يعني. ايوه، من اول الشعار اللي موجود على واجهه الحديقه وعلى مطبوعاتها
لغايه اكبر حاجه ممكنه تكون موجوده، اللي هي الاعلانات، حتى لو انت هتعملي جيفت شوب او بيت هدايا، المفروض ان يكون اللعب اللي موجوده جوه تتصمم بشكل يكون يليق بالمكان اللي هو او ريليتد او يعني متوافقه أيوة. مع المكان اللي هو طب هتدفع. وليه حديقة الزهرية بالزمالك تحديدا يعني؟ هم لانه دلوقتي بيعملوا لها تطوير، فهو الدكتور احمد حنو حتى يعني قال كده في كلمته، ان هو قال انا حابب ان انا لما اجي اعمل تطوير اعتمد على افكار جايه من الفنانين المصريين، غير اما اعتمد على افكار جايه. والدكتور وليد قنوش كمان رئيس قطاع الفنون التشكيليه قال نفس الكلام، قال انا كان ممكن اعمل التصميم في 24 ساعه عندي المصممين موجودين في الوزاره واخلصه، لكن انا حبيت ان انا اطرح الفكره على الفنانين المصريين كلهم، وتقدم يعني عدد ضخم جدا من المصممين بافكار اتصفت ل 92 اتصفت ل 10 في الاخر. طب ده معناه ان حضرتك طبعا تميزت كالعاده. قول لنا يعني كان ايه تخيلك او الصوره في الاخر اللي قدمتها باختصار كده، طبعا اوصف لنا بقى عشان احنا راديو، كانت عامله ازاي؟ الصوره انا تقدمت قلت لحضرتك بحاجه اسمها اللي هو الجايد بوك بتاع او الدليل، الكتاب اللي هو الدليل اللي هو بيبقى فيه جايد بوك. جايد بوك ده بيبقى للتصميم كله، بوري ازاي الفكره من اول ما بدات كانت سكتش، وايه الفلسفه اللي ورا اختياري للوجو. هل اللوجو ده، فطبعا كان اللوجو اختياره ان هو انا واخد من قطعه من كل زهره، واخد ورقه خضراء من كل فرع شجر او فرع، وتحوله بحاجه اسمها سيمبوليزم او التبسيط اللي هو للوجو يعني بخطوط، والخطوط دي بعد كده استخدمتها للوجو. وبعدين ازاي بتقدري تقولي لهم ايه الفونتات المسموحه او ايه الخطوط المسموحه اللي يتكتب بيها ومقاساتها قد ايه، وايه الالوان المسموحه وايه اللي مش مسموحه والارضيات ده طبعا تخصص بقى، كلام تخصصي اكتر. طبعا يعني سعيدنا بوجودك معانا النهارده، بشكرك جدا وصباح الخير. اشكرك انا تعبتك معايا، اشكرك جدا وتحياتي لكل المستمعين. تحياتنا ليك يا فندم، شكرا.